الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. حصل لك ايه يا بلد؟ تفتكري كده هشبع يا أسلام؟ ما تعرفناش. أنا بابا يالا. اكيد طبعا بعد المقدمه الطويله دي احنا عرفنا هنتكلم عن مين. هنتكلم عن خالد صالح، الممثل اللي مفيش حد بيختلف عليه. خالد صالح هو ممثل اسطوره، ممثل تقدر تقول عليه اسطى كده في التمثيل، من الناس اللي لما بيمثلوا ما تحسش ان هو عادي. هو ممثل مؤثر جدا، ممثل عبقري. طب تعالى بقى ابتدي معاك كده بمشهد صغير في فيلم محامي خلع. فندم سيادة الريس. وليه القاعة ريحتها حلوة النهاردة؟ يا سعادة الريس، دي ريحة الموجودين في القاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. دور القاضي اللي عمله خالد صالح في الفيلم ده، بالرغم من ان الدور ده كان صغير، ولكن خالد صالح قدر ان هو ساعتها يخطف الكاميرا من اي ممثل قدام، وقدر ان هو يثبت ويقول ان انا ممثل جامد جدا وتقيل جدا. ويمكن هو ده المشهد الوحيد اللي ظهر فيه خالد صالح في فيلم محامي خلع كله، ولكن كان مؤثر جدا في الفيلم ده. وده ليه؟ لان خالد صالح قدم الدور بتاعه بمنتهى البساطة ومن غير اي تعقيدات، وقدر يوصل الاحساس ده للمشاهد من غير اي افوار. وده لان خالد صالح ممثل سلس كده، ممثل ما تحسوش ان هو بيصعب عليك الدنيا في التمثيل. ولكن بقى لو رحنا لفيلم تيتو، فيلم تيتو هي مساحة تمثيلية لخالد صالح بتقدمه للجمهور بشكل رسمي. يعني يعتبر فيلم تيتو ده هو اكبر مساحة من فيلم محامي خلع طبعا، واكبر مساحة تمثيلية خدها خالد صالح. وبيعتبر هنا خالد صالح هو المنافس الوحيد للبطل اللي هو احمد السقا. والحاجة الجامدة بقى هنا ان خالد صالح في فيلم تيتو كان طالع شرير، بس شرير انت تحب تشوفه قدامك، شرير مش ممكن تنفر منه ابدا. ايه تنفر؟ انا عن نفسي كنت بستنى مشاهد الشرير خالد صالح في فيلم تيتو، لانه كان مقدم الدور بشكل جامد. والجمل اللي كان بيقولها خالد صالح كمان في الفيلم ده هي جمل عايشة معانا لغاية دلوقتي، زي مثلا جملة شهيرة جدا بتتقال حتى في الشارع عادي، وهي انا بابا يالا. أنا بابا يالا. وغيرها من المشاهد المهمة اللي كانت بينه وبين أحمد السقا في الفيلم ده، المشاهد اللي لغاية دلوقتي كده بيتاخد منها شورتس وريلز في كل حتة. ولو رحنا بقى لحتة مهمة جدا في تاريخ خالد صالح الفني، وهو فيلم هي فوضى. وهنا بقى خالد صالح بيقدم دور حاتم، أمين الشرطة الأشهر في تاريخ السينما المصرية. وبعدي عليها النهارده بالليل في الاسم عشان امسي عليه. كان عندي محضر من زمان بيقول انك عامل بروس في المحل. معلش يا باشا، ده انا بهزر معاك وانا عمري رفضت لك طلب. 100 جنيه بتاعت البروز. خلص. اتفضل يا باشا. خالد صالح هنا بيقدم شخصية أمين شرطة شرير جدا، وقدر إن هو يقدمها بشكل حلو جدا وبارع جدا في تقديمها. وفي بعض الأحيان تحس في الشخصية دي كده بروح الفكاهة. والمخرج هنا بقى عايز يوضح لك حاجة مهمة جدا، إن شخصية حاتم دي برغم جبروتها ده كله، وبرغم إن هو محدش بيقدر عليه، لكن هو عنده نقطة ضعف، ونقطة ضعفه هي البنت اللي كان بيحبها، نور. نور دي هي جارته، وهو بيحبها بشكل جنوني لا يصدق. بيحبها بطريقة ان هو ممكن يأذيها لو قالت له لا، لانه برضه هو معتز بجبروته، وان محدش يقدر يقول له لا ابدا، حتى لو كان الحد ده هو البنت اللي هو بيحبها. وفعلا بنلاقي نور بترفضه في كذا مشهد من مشاهد الفيلم ده. فيلم هي فوضى بصراحة من الافلام الحلوة جدا، وكمان من الافلام اللي خالد صالح قدر ان هو يبرز فيها اداؤه التمثيلي بشكل جامد. هنا عبقرية خالد صالح في تقديم الشخصية دي، ان هو قدر يقدم كل مفردات الشخصية ديت ببراعة شديدة جدا. ودي حاجة قدرت تقنعني انا كمشاهد ان هو عمل الدور كويس جدا. وتعالى بقى نروح لمنطقة تانية خالد صالح قدمها، وهي منطقة اللايت كوميدي. ايوه، خالد صالح قدم اللايت كوميدي، ومن ضمن الحاجات اللي قدمها خالد صالح لايت كوميدي هي فيلم ابن القنصل. دور خالد صالح في فيلم ابن القنصل انا بشوفه هو من افضل ادوار خالد صالح اللي عمل، لانه كان مقنع جدا في الفيلم ده لتقديمه شخصية اكبر من سنه. وكمان خالد صالح قدمها ببراعة واتقان شديد جدا. وكمان الفيلم ده مازال عايش مع الجمهور لغاية دلوقتي، لان الفيلم ده فيه مشاهد كوميدية وافيهات كوميدية حلوة جدا وبتضحك قوي. وكمان من ضمن الافلام اللي قدمها خالد صالح وكانت حلوه جدا هي فيلم فبراير الاسود، وهو بيعتبر برضو من اهم محطات خالد صالح في تاريخه، لان اهم حاجه بتميز الفيلم ده هي الحوار بتاع الفيلم، الحوار اللي كان مكتوب بشكل حلو جدا. وبرضو بمناسبه الافلام اللي شارك فيها خالد صالح وكانت حوارها مكتوب بشكل حلو جدا هي فيلم الحرامي والعبيط، الفيلم اللي قدمه خالد صالح مع صديق عمره خالد الصاوي. وخالد صالح في الفيلم ده قدم دور حلو جدا،
بعيدا عن ان الفيلم ده محققش نجاح في شباك التذاكر قوي يعني في السينما، بس الفيلم ده لما اتعرض في التلفزيون حقق نجاح كبير. واكيد برضو دور خالد صالح في الجزيرة 2 كان دور مهم جدا، وكان اضافة جامدة قوي للجزء الثاني من فيلم الجزيرة. والفيلم ده كان فنيا كويس قوي، وكمان على المستوى التجاري بقى لما جيت عرض في السينمات حقق نجاح كبير في شباك التذاكر. ولو نسيبنا بقى من السينما خالص ونروح نبص نشوف خالد صالح عمل ايه في التلفزيون. خالد صالح قدم مسلسلات كتير جدا حلوة، ويمكن انجح المسلسلات دي هي مسلسل الريان، ولكن برضو خالد صالح قدم في التلفزيون مسلسلات كتير مهمة زي بعد الفراق وتسعة جامعة الدول وسلطان الغرام، مسلسلات كلها تعتبر ايقونية، وانت لما تتفرج على المسلسلات دي فعلا بتحس بحاجة حلوة. خالد صالح هو فنان مهم جدا، بالرغم من مشواره الفني اللي يمكن مش كتير، بس هو كان ممثل مؤثر جدا وقدم اعمال فنية كلها متميزة. خالد صالح فعلا الله يرحمه كان أسطورة. سلام.